كنت ايجيبت ما تنصحكش تعمل التجربه دي. انا بلعب حاجه اسمها ام تي بي ستانت. الام تي بي ستانت ديت هي رياضه بعجله ماونت. في الاساس ان انا لعبه الام تي بي ستانت ديت يمكن ما كانش حد عنده خلفيه بالنسبه لها او كده. انا كنت زمان كان معايا عجله عاديه ماونت عاديه زي حد بيروح بيها المدرسه بيجي بيتحرك بيها في الشارع وكده. من خلال السوشيال ميديا ومن خلال اليوتيوب عامه اساس يعني لقيت حد اسمه دانيال بوجو كاميرا سبيس. فدول يعتبر اوائل الناس دي من بولندا هي اللي يعني بدات لعبه الام تي بي ستانت لانهم بيهتموا بالدراجات هناك وكده. وهي عندهم اصلا كنشاط طبيعي اللي هم بيتحركوا بالدراجات عامه وكده في الشوارع او كده. فانت لما شفت كاميان دوت مثلا بيعمل سويتش باك اللي هو رفع بالضغط. لما لقيته بيرفع بالضغط انت ممكن تلاقي حد بتشوف الفيديو لا يا عم ايه ده اللي هو بيعمله ده ممكن يكون اجنبي فايه ده يا عم لا احنا مصريين استحاله نعمل كده وتنبهر. انا بقى عجزت الصوره دي خالص يمكن بصيتها من ناحيه ثانيه خالص. هو مفيش فرق بينه وبينه يعني ممكن بس الامكانيات وكده. بعد كده انا كنت متميز في حاجه شويه اللي هو رفع الحصان. لو انت ترفع حصان زي حد او كده فبرضه ايه كشباب وكده بتحب ايه ان انت تعمل مهارات في الشارع او كده. بس ده عامه بيبقى غلط محدش ما انصحش حد اللي هو يعمله في الشارع او كده. بعد كده لقيت اللي هو كمان دوت اللي هو مثلا لما بيرفع بظهره بيعمل ستوب بيرفع رجله على الكرسي مثلا بيعمل وينج كده. فالحاجات دي كلها ممكن تكون شدتني لها شويه فلقيت الموضوع مختلف. بعد كده حسيت ان الموضوع ممكن يكون سهل. لو انت بتركب عجله وعندك عزيمه واراده ليه ما تحاولش وتجرب. كنت ساعتها كنت في ثالثه ثانوي يضحكوا عليا ويقولوا لي انت بتعمله ده ومش عارف ايه وكده. برضه يعني ايه ما خدتش السلبيات ديت باي حاجه اللي هو فضلت مكمل في اللي انا بعمله. اي نعم ما جاتش معايا بسهوله كده قعدت مره واثنين وثلاثه واربعه و10. بعد كده ابتديت ان انا اسوق بضغط